لنبدأ بجرائم الحركة وأنصار الحركة بأنها اعترافات تحت التعذيب، فيما يلي اعتراف للحركة في ندوة صحفية بأخطائها تلك. هذا أعتبر من الشجاعة الأدبية والتي يقرها ديننا أن نقول أخطأنا في هذا وأخطأ غيرنا ولنا اجتهادنا ولهم اجتهادهم، نتبنى هذا ونرفض هذا، وخاصة من بعض الأحداث التي يمكن أن نفهمها كما الفرق وغيرها، فهذه أخطاء ارتكبناها، هي أخطاء فردية صدقونا في هذا، نجد لها مبرر مردة الفعل على الكب والإرهاب الدولة، ولكن لا يمكن أن نقرها. ويجدون للإرهاب مبررا، نجد لها مبرر. ويضيف الغنوشي: هذه الأحداث النهضة بأحداث صغيرة في حجمها كبيرة في ذاتها، أن يقتل شخص كما حصل في السويقة أو أن يضرب أحد بمادة، هذه كبيرة في ذاتها، ولكن حركة النهضة أكدت ولا تزال تؤكد أنها حركة سلمية مدنية ترفض العنف حتى رد فعل فضلا عن فعل. ولكن عندما حوصر الشباب وحوصر الناس بالبوليس السياسي وقمعوا، لا غرابة أن بعض الشباب غياب القيادة وقد غيب في غياب السجون أن تحصل بعض الأحداث التي استنكرناها ولا نزال نستنكرها. والآن إلى الوجه الثاني. حركة النهضة اتهموها بتسويق وحرقنا كالطيب الرجل العساس، هكا ولا؟ يا رب يجيبها ان شاء الله نهار مش تعرفوا شيء الحقيقة، ان شاء الله نهار تكونوا عارفين، هو مش حكيك من الحقيقة. وقتها كان وزير الداخلية المرحوم عبد الحميد بالشيخ، وباب السويقة جاية قريب الباب الخضراء، مش بعيد عن الباب الخضراء اللي هو أكثر من يسكن فيه مطاوع من المطوية، وهم المطاوع هذول مشوا لباب السويقة باش يحرقوا الوثائق نتاع لجنة الاستقلال، لأن كانت وثائق نتاع استخبارات مش وثائق نتاع حزب. حرقوا الوثائق وهربوا، كي جاوا جماعة الحزب حرقوا الراجل، حرقوا الراجل الموجود ثميكا وحطوها في النهضة باش يشوفوا بها المعدودة التي يريد بها أن تشنق حركة كبيرة في البلاد وأن يوقف مسار الديمقراطية في البلاد، لأنه لا يمكن أن تضطهد حركة سياسية كبرى دون أن تقضي على الحرية جملة، وهذا هو الهدف. تجريم النهضة بأحداث صغيرة في حجمها كبيرة في ذاتها، أن يقتل شخص كما حصل في السويقة أو أن يضرب أحد بمادة. ولمن لا يعرف المادة التي يتحدث عنها الغنوشي. Pour avoir une idée de la dangerosité du liquide, il suffit d'y tremper une allumette. Elle s'auto-consume. Sur un visage, quelques gouttes, quelques secondes suffisent pour provoquer des dégâts irréversibles. Des dégâts psychologiques aussi. Beaucoup de victimes ne sont pas recensées. Certaines ont tout simplement honte d'avoir été défigurées. Quand je marche dans la rue, tout le monde détourne le regard et ça me blesse. Quand Massarat Misbah rend visite à ses protégés, les sourires sont sur tous les visages. Des visages pourtant meurtris. Dans le jardin de l'association d'Epilex Smile Again, une quarantaine de femmes l'attendent. Elles ont toutes été victimes d'attaques à l'acide sulfurique ou au kérosène. Souvent, c'est un mari ou un prétendant jaloux qui leur a lancé le liquide au visage. Massarat a fondé l'association en 2003. 600 victimes ont été accueillies depuis. Et à chacune de ces visites, elle en rencontre de nouvelles. وخلافا لما يروج إلا أن راشد هرب إلى الخارج ولم ينفى. أنت وكثير من أمثالك ومن إخوانك بادرتم أولا، خرجتم من تونس هروبا، أهلا وسهلا، هذا حقكم، لكن أول من بادر بالحصول بطلب الجنسيات الأوروبية والحصول عليها هم أنتم. وبعد أن قام شباب تونس بثورته يعود الغنوشي من لندن ليركب على الأحداث. أنا شخصيا أشعر بأني قد أسهمت، والحركة التي أمثلها أسهمت إسهاما كبيرا في هذه الثورة المباركة. نلاحظ ان المنطقه نتاعي اللي فيها الاخوه اللي كانوا في النهضه انهم انكمشوا على رواحهم برشا حتى وصلنا للمرحله هذه في الثوره وما نشوفهمش حتى خدمه ديالهم.
ما نعرفش حاجة نفسية، يعني أنا نحب نبلغ الأمر هنا للإخوة، نحب نبلغ الأمر هنا للإخوة باش يتهروا هذا من منزل عبد الرحمن، بالذات منزل عبد الرحمن فيها برشا اللي ما عندهم حتى تفاعل مع الثورة هذه، حتى يحبوا من ديارهم يخرجوا. هذا لأنه يقال إنه تطور، لكني أشك في تطوره. تطور من أي ناحية وعلى أي صعيد؟ أنه تطور من الرفض الكلي للديمقراطية إلى الدعوة إلى الديمقراطية، وأعتبر أن دعوته للديمقراطية غير صادقة، لأنه سلفي، والسلفية والديمقراطية لا يلتقيان أبدا. لننتقل كأنك توافق مع حمدي عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية الذي قال إن الخروج على الحاكم حرام شرعا، هل توافق على ذلك؟ نعم توافق على هذا؟ نعم. ننتقل إلى الملف المالي، ولنبدأ باعترافات من صلب الحركة. فيما يلي وثيقة ممضاة من أعضاء في النهضة تبين الفساد المالي. من أين لك هذا يا راشد؟ صحيح، ثم ناس في الغربة سرقوا فلوس، هذا صحيح. على ظهور ما نجمش نقول اسامي، هذا تقول اسامي ان شاء الله كانت تفتح تحقيق ونمشي معاكم قدام العداله ونقول اسامي. اسم نجم نلقوا احنا باش يتحل. ثم ناس في وسط الاسلاميين عملوا تحقيق في وسطهم بيدهم وحاسبوا زوز من الناس منهم، لانه فلوس كانت صار تحقيق وخرجت اسامي. في التحقيق انا مستعد باش نقول. لا اذا التحقيق صار انترن ولقاو جماعه انا نطالب الان وانا طلبت بها كنهار في اذاعه انه كيما يتم تحقيق في فلوس التجمع الدستوري يتم تحقيق في فلوس الجمعيات فلوس الاحزاب، وانا هذا ما نحاش من حتى حد باش نقوله. ثم ناس سرقت فلوس الايتام، هذا صحيح. لا اذا صار التحقيق وعرفت السبيب علاش تستحمي فيهم انت؟ لا انا ما نستحمي. لا سامحني انا جان وذاك ما غلطني احنا خلطنا في حد بن علي ما نعرفوش الشيء هذايا. انا والله لو حمايهم واحد منهم اللي كان يعيط ضدي من بكري من الناس هذوك ما نقدرش نقول اسامي. انت قلت اسامي بكري زيتون واش اسمه هذوما التحقيقيات هذوما اللي يعملوا في الفوضى. يتجسس على الحزب التقدمي الديمقراطي لفائدة النهضة. السكرتير الشخصي لراشد الغنوشي يقدم نفسه على كونه صحفي أو باحث. ثمان اخرين هي سهله، تاخذ قدام قصر العداله، تعمل لك محل شاي، تاخذ قدام قصر العداله وتشوف كراب القضاة وتقول لي اخي كيفاش نهار محامي قالت لي اخي منين جات الكهرباء هذه مازال كي تعاين ليها 10 سنين، تو تفهم من اللبسه نتاعهم ومن الكراهب المرض ما ترجم لك الكراهب اللي منين جاتك من اين لك هذا. اقف كيف ثم ناس لاجئين، ثم شكون مازال كاري بعد 20 سنه غربه، وثم شكون عنده برطمان يسوى 2 مليون دورو، وعنده ترواكات في الاسامي نتاعهم معروف. انا ما نعرفهمش. حسين الجزير. حسين